شوفوا لي هاد الطبق هذا شحال جا زويون، وبطبيعة الحال إلا درتوه في طبق ديال التقديم المناسب غادي يجي أجمل. من بعد ما شاركت معكم الفيديو الأول كيفاش سلقت لي باط وخليتها ترجع بلون حمر، كما شفتوا سلقناها في الماء ديال الباربة وخليناها حتى تشربات ديك الماء ديال الباربة باش خدات ديك اللون اللي فيه وولات حمراء بحال حمراء اوريجينال، وبطبيعة الحال بدون ملون غذائي نهائيا، غير بالماء اللي سلقنا فيه ديجا الباربة وزدنا فيه شوية الملحة. من بعد درته هنايا في الطبسيل. اللي مازال ما شاف الفيديو سيروا شوفوه راه قبل من هذا، حطيته لكم ديجا هو الاولاني فيه بالتفاصيل شنو درت. المهم زينته هنايا الحمار درت معاه شوية الخضورية شوية ديال الصفورية. وفي هذا الفيديو كيف ما وعدتكم غادي نشارك معكم لاصوص فينيغريت اللي صاوبتها انا في الدار، كل شيء هاند ميد. ما تخافوش من الحموريه د الباربه، ديك النقاطه د الباربه عادي راه كيمشيو دغيا دغيا ما كيبقاوش دابغين. المهم لاصوص فينيغريت جبت ديك الزلافه، درت فيها شويه ديال البزار. بطبيعه الحال تستخدموا الصلصه اللي بغيتو، انا شاركت معكم الصلصه اللي درت انا. البزار شويه د الملحه، الخل ما كانش عندي للاسف الحامض ولا الخل ديال الحامض، درت غير العادي، درت زويته بلديه. الزيت البلديه باش تكون جديده كتعطي واحد النكهه واعره زوينه. يمكنكم تخليوه غير بحال هكا ديروه. اللي بغى يزيد شي صلصه واحده اخرى على هاد الفينيغريت يزيدها. انا هنا زدت واحد المعلقه د لاصوص مايونيز، كما كتشوفوا اللون ديالها خضر لاني انا مصاوباها بواحد الطريقه سبيسيال في الدار. غادي نشارك معكم الفيديو ديالها حتى هي مور هذا الفيديو، غادي نشاركو معكم هاد الايام اللي جايه. غير صبروا عليا نقاد المونتاج الفيديوهات اللي عندي وغادي نحطهم لكم كاملين. مهم واحد المايونيز جات حتى هي منزليه زوينه، واي واحد واخا ما ياكلش المايونيز غادي يحماق على هاد الطريقه هذه. المهم درت معلقه خلطتها مع ديك المكونات اللي درت ديجا وكتجي بحال هكا. بغيتوها تجي عاقده زيدوا المايونيز بزايد، انا بغيتها تجي بحال هكا، هذا هو القوام اللي يعجبني. خليتها بحال هكا وشوفوا لي الالوان، يا سلام يا سلام. وبالنسبه للمذاق قلت لكم من بعد ما نحط لكم لاصوص غادي نقول لكم الراي ديالي في المذاق ديال لي بات. صراحه درت غير هذه الكميه، ما درتش بحساب كميه عائليه، لاني كنت اول مره غنجربها ومتخوفه من المذاق ديالها كي غيخرج واش غادي يعجب كلشي او لا. الصراحه بالنسبه للمذاق ديالها جا عادي وزوين، بالعكس جاي واحد البنه خفيفه ولكن زوينه.